دمي في رقبتك يا طارق، تجيب لي حق من اللي قتلني. الكلام ده ما سمعتوش في منام، ده صوت ابويا الحقيقي اللي رجع من الموت عن طريق ابلكيشن غريب. من ساعتها وانا عايش في كابوس، كل اللي حواليا بيقول لي اني مجنون، بس انا عارف ان ابويا بيتكلم معايا، وعارف ان في حاجة مظلمة جوه بيتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا جدع في قصة جديدة كالعادة، وقصة النهاردة من كتابة المبدعة ابتسام رشاد اللي اسمها لوحده يعرف عنها. اول مرة تشارك معانا بقصة ومش هتكون الاخيرة ان شاء الله. اتمنى القصة تعجبكم، ما تنسوش اللايك الجميل قبل ما نبدأ، وياريت تسيب كومنت برأيك في قصة النهاردة. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة وافضل سلام. طبعا ما تنساش تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويلا بينا نبدأ في قصة النهاردة. أصعب شعور ممكن تعيشه لما تفقد أبوك، ولأنه وحشنا قوي قررت أستخدم التقنيات الحديثة بالذكاء الاصطناعي وأرجع أسمع صوت أبويا من تاني. وفعلا حملت أبليكيشن وعملت اقتران لصوت بابا من فيديو قديم عندي، وبدأت أكتب له: إزيك يا طارق، وحشتني قوي. وفجأة سمعت صوت أبويا وهو بيقول نفس الجملة اللي بعتها، وأنا مندهش جدا باللي بسمعه ده صوت أبويا فعلا وهو بيتكلم وبيندهلي باسمي. إيدي بتترعش من الفرحة، ولما رجعت أكتب مرة تانية وجيت أسمع الجملة اللي كتبتها، وقتها سمعت جملة تانية خالص، وكانت: طمنا عنك يا طارق وعن فريد أختك، وقول لي ثريا أنا مش مسامحها على جوازها من بعدي. للحظة فكرت إني ما سمعتش كويس وبيتهيألي، أو يمكن حصل مشكلة في الابليكيشن، ورجعت كتبت الجملة اللي نفسي أسمعها من أبويا. ولما ضغطت على أوكي سمعت صوت بابا بيقول لي: دمي في رقبتك يا طارق، تجيب لي حق من اللي قتلني. من الخضة حدفت الموبايل بعيد عني ورجعت لورا، مش فاهم ده حصل ازاي وانا ما كتبتش الكلام ده اصلا. المشكلة بقى انه رجع يكمل كلامه وهو بيقول: دور على اللي قتلني ورجع لابوك حقه يا طارق. دي الجملة اللي سمعتها من الموبايل، ورجعت مسكته تاني وانا مش مستوعب اللي سمعته ده. ام فعلا اتجوزت من بعد ابويا، وكمان ابويا مات في المستشفى في العناية المركزة. ازاي اتقتل يعني؟ واصلا كمان خالي دكتور وكان متابع حالته، والمرعب اكتر لما قال لي: اللي قتلنا هيقتلك انت كمان. اتكلمت ورعشة صوتي مسيطرة على كل كلمة بنطقها، وانا بقول: انت ازاي رجعت وبتتكلم؟ انت مش ابويا، انت مين؟ وفي اللحظة دي عمو ياسر جوز ماما فتح باب اوضته ودخل، وشاف الخوف في عينيا وانا مرعوب وببص للموبايل المرمي على الارض. ساب لي كوبايه العصير اللي متعود يجيبها لي بالليل، ومسك الموبايل وقال لي: انت كنت بتتفرج على فيديو البابا؟ من النهارده اعتبرني مكان بابا في كل حاجه كمان. يلا اشرب بقى العصير، واللي عاوزه هنعمله سوا. وشربت العصير فعلا، ونزلت معاه مكتبه اللي في نفس الفيلا. واحنا تحت فضل يفتح الادراج وخرج صور ليا مع بابا واداهم لي، وراح ناحيه صوره بابا الموجوده عندنا في الفيلا وقال: والدك الله يرحمه كان بيحبك قوي، وكتب كل حاجه باسمك، وانا عارف كويس قد انت زعلان ومتاثر بوفاه والدك، وانا بحاول اكون زيه واعوضك عن غيابه. الصور دي مامتك كانت شايلاهم هنا وخايفه انك تشوفهم وتزعل، والحقيقه ان دول ذكرى حلوه، خدهم واحتفظ بيهم، وخليك عارف ان انا ومامتك هنفضل نحبك وفي ظهرك. فضل يتكلم معايا ويطمني، ودايما بيعاملني كويس، حتى ان انا هديت وخدت الصور كلها ورجعت لأوضتي تاني، ونمت والصور في حضني. نمت كتير قوي، ولما صحيت فضلت ألف في الصور، وكان من ما بينهم صورة فيها شرخ في البرواز بتاعها، وده لفت انتباهي لان الصورة متحركة من مكانها. انا فاكر الصورة دي قوي، دي لما كان عندي 10 سنين. والمهم فكيت البرواز ولقيت في ظهرها ورقة ومكتوب فيها:
في اليوم اللي مش هكون فيه معاك بجسمي هكون فيه معاك بروحي. تبان جملة عادية حضنتها وانا بعيط بحزن، وهنا بقى الموبايل اشتغل وسمعت صوت بابا وهو بيقول لي انا معاك وما سبتكش، افتكر كل اللي علمتهولك وياك تثق حتى في اقرب الناس ليك. قربت من الموبايل وانا مستغرب من اللي بسمعه ده، وكأن بابا بيوصل لي رسالة. خلاص اتعودت اسمع صوت بابا وهو بيكلمني، بس انا هعمل ايه؟ وكمان انا مش فاهم هو عايز يوصل لي ايه اصلا. حاولت اسأله لكن هو مش كل مرة يبقى تجاوب معايا وبيرد عليا، ورجعت لنفس الدايرة المقفولة من تاني. وازاي يعني مش هثق في اللي حواليا، واصلا كل اللي حواليا اختي وامي وجوزها. وتاني يوم بعد ما جوز ماما جاب لي العصير كالعادة وتأكد اني شربته، نزل من عنده وراح للمطبخ يرجع الكوباية، وهو راجع كانت في ايده سكينة. اتحرك بقى ناحية صورة بابا وفضل يقطعها بالسكينة وهو بيتكلم في التليفون وبيقول خلاص ايام وكل حاجة هتبقى تحت ايدي. طلعت لفوق وانا بنادي ماما وبحكي لها، وقلت لها عمو ياسر عاوز يقتلني وياخد كل حاجة، هيقتلني بالسكينة بعد ما قطع صورة بابا. وعلى صوت العالي جوز ماما جه لعندي بسرعة، وفي لحظة واحدة حسيت كده بدوخة وخمول. وهنا جوز ماما وامي كان لازم ياخدوني على السرير. وقتها نمت وحسيت ان في دكتور جه وكشف عليا. تأثير النوم ما كانش مخليني حاسس باللي بيحصل حواليا. ولما صحيت تاني يوم كنت مرهق قوي، واكتشفت ان جوز ماما مقطعش صورة بابا ولا حاجة، وبسكت الزبالة في اوضتي فيه سرنجات وحقن. ما كانش في حد من الأسرة في الفيلا غيري. معنى كده ان كل اللي حصل ده نتيجة شوية تعب بس. ويمكن اللي شفت ده كله تهيؤات، يعني جوز امي ملوش دعوة بيا وانا ظلمته، بس ده هو اللي بيجيب لي العصير كل يوم. والنهاردة بقى انا مش هشرب العصير ده، وهعمل نفسي شربته واشوف ايه اللي هيحصل. ولما جاب لي العصير سابني وخرج يعمل مكالمة، وكنت انا وراه من غير ما يحس بيا. وهنا ماما ظهرت وقالت له انت بتكلم مين يا ياسر؟ اخوك الدكتور المستفز ده كل شوية يكلمني ويطلب فلوس، مش كفاية اللي خده؟ اديله اللي هو عاوزه. ليه يعني؟ هو فاكر انها عملتك لوحدك؟ ما هو شريك هو كمان. مش وقته الكلام ده، انا اروح اطمن على طارق دلوقتي. ماما جت عندي تطمن عليا، بس انا كنت شايف التوتر في عينيها. ولكن انا بقى ما كانش جايلي شعور بالنوم كالعادة، وما شربتش العصير النهاردة. انا حاسس بصداع شديد وتنميل في جسمي كله. ولما ماما مشيت كنت سامع صوت بابا من خلال الابليكيشن وهو بيردد جملة اياك تثق في حد، اياك تثق في اي حد. وكل ما الوقت يعدي واسمع الجملة دي بتتكرر اكتر، الألم في جسمي بيزداد اكتر واكتر، لدرجة ان بقيت بصرخ من الوجع. وصوت بابا بيعلى اكتر لحد ما اتجمعوا حواليا اختي وماما وجوزها. وقتها عمو ياسر سألني انت شربت العصير ولا لا؟ شربت ولا لا؟ رد عليا. لا مش شربتوش. نزل جري وجاب لي كوبايه العصير تاني وتأكد ان انا شربتها. وهنا بدأت اهدى تدريجيا لحد ما رحت في النوم، وانا شايف بابا قدام عينيا وهو بيقول لي بصوت هادي امشي من هنا يا طارق، سيبهم وامشي. ونمت نوم عميق كالعادة بعد ما شربت العصير. دماغي ترجمت ان اللي بيحصل معايا ده كله باعتبار ان ماما وجوزها يعني وخالي هما اللي قتلوا بابا وبيحاولوا يقتلوني بالبطيء. وفضلت ايام براقبهم طول النهار واشرب العصير وانام بالليل بعد ما اقنعوني اني تعبان وبتعالج. كل ده وانا مستنى الاقي دليل واحد، لحد ما ظهر قدامي خيط تهديدات خالي لامه وجوزها. تهديداته ليهم زادت عن حدها، وكلها بتأكد اللي انا شاكك فيه، وانا اقصد يعني قتلهم لابويا. وفي يوم مسكت موبايل ماما وحولت مبلغ صغير من حسابها البنكي لحساب خالي، ما انا عارف الباسورد، وبعت له رسالة وكأن ماما هي اللي بعتها له، وكتبت له فيها اخرك معايا دول ومش هبعت لك جنيه زيادة، واللي تعرف تعمله اعمله. ولما خالد اتصل على موبايل ماما انا اخدت الموبايل ورجعت لأوضتي، وبنفس الابليكيشن اللي عملته منه اقتران لصوت بابا عملت اقتران لصوت ماما، واللي غالبا بقى ما استخدمتوش، لان لما فتحت المكالمة خال قال لماما انت فاكرة ان انا هقبل بالملاليم اللي بترميها لي دي؟ لا يا ثريا فوقي، لو انت العقربة اللي بتاكل جوزها
فانا التعبان اللي ممكن يقتل اي حد. وقفلت المكالمة وجريت وانا متنرفز ومنهار. جريت على ماما وواجهتها. انت السبب، انت اللي قتلت بابا، انت اللي قتلتيه، انت وجوزك واخوكي. قتلتوه ليه؟ قتلتوه ليه؟ ها؟ هقتلكم كلكم واجيب حق ابويا. كنت بقول كده وانا بصرخ، وجريت على المطبخ وجبت سكينة وهاجمت جوز امي. هو اتجرح فعلا ووقع السكينة مني وقدر يسيطر عليا لحد ما جه الدكتور واداني حقنة ونمت نوم عميق. ولما صحيت لقيت نفسي هنا. دي حكاية طارق الشاب اللي عنده 18 سنة، مريض نفسي وبيتعالج تحت ايدي. انا الدكتور وسام. طارق كتب حكايته زي ما طلبت منه بالظبط، ولما انا قريتها انا نفسي معرفتش احدد هو صحيح امه وجوزها وخاله قتلوا ابوه، ولا ده من تأثير صدمته بوفاة والده وصدمته التانية بجواز مامته من راجل تاني. ورغم كده لسه طارق وهو في العنبر بيكلم ابوه من خلال الابليكيشن، وامه وجوزها لهم الوصاية عليه ومفيش اي حد بيزوره غير اخته. وبكده تكون قصة النهاردة خلصت. اتمنى القصة تكون عجبتك يا جدع. ما تنساش اللايك والكومنت جميل تقولي في رأيك في قصة النهاردة. وطبعا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة وافضل سلام، وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واحب اقول لكم الله يبارك لكم. السلام.